السلاح لوين وصلنا؟ عم بشيل الاسرائيلي عم سوري. وين بقى الاسرائيلي 40 يوم؟ وين؟ سلاحك اللي مع الدولة مصدي. اعطيني سلاح واحد جوي بيقدر يدافع عن الاراضي اللبنانيه. وعدونا مثل ما الدوله وعدتنا انه الاسرائيلي ما عادش يتدعي على الاراضي اللبنانيه، نفس الشيء نحن وعدنا. طبق الاسرائيلي ما طبق، ليش بدنا نطبق نحن؟ كلمه الحرب الاهليه هيدي لازم نشيلها من راسنا، لانه العدو هو اللي عم يزرعها بدماغنا انه حيصير في حرب اهليه. هو ما حيصير، كلياتنا مش حنقتل بعضنا. هيدي من زمان كانت تصير، هلا ما حتصير، لانه هلا نحن فهمنا مين عدونا، بنعرف انه في عدو واحد. ليه انا بدي اجي اقتل خيي؟ فمشكله الطائفيه لازم كثير تنحل. في رساله بدي اوجهها لنواف سلام، هي قادر انت تحط راسك على المخده وما تسمع صوت الشهيده فتوني وقت لما قالت لك انه هي ما كانت منيحه واهلها ما كانوا منيح، وكانوا اهلها بلحظتها استشهدوا، وهي هلا استشهدت من يومين. العدو اللي نحن عم نحكي فيه واقف كتف بكتف بالامريكي، الامريكي يلي الدوله عم تدعي انه هو عم بيدعمها. لا ساعدونا بالمازوت، ولا ساعدونا بالازمه، ولا ساعدونا بالمصرف، ولا مدري شو ولا مدري شو. والرقابه اللي كنت عم تحكي عنها الشديده هي الرقابه اصلا الامريكيه. بس لعلمك يعني نحن صرنا حاملين اكبر سلاح بهالعالم، اللي اكثر شيء انت بتخاف منه، يلي هو الجيل الساطع بلبنان.